اهلا، انا اسمي حبيبه. متوتره قوي ان انا ابتدي اتكلم في البودكاست دي، مع ان انا عملت كده قبل كده كتير. انا كنت متحمسه قوي ان انا افتح الكاميرا، حطيت المرايه ورايا وحطيت اللمبه جنبي وعملت جو واستحميت وعملت السكين كير بتاعي ولبست اللي هو الطقم اللي انا بحبه اللي اشتريته مؤخرا. ده اشتريته معرفش بيقولوا عليه ايه بالعربي، بس هو اوتلت بتاع مصانع، تخريج مصانع تقريبا حاجه. هو لطيف قوي. كنت متحمسه قوي لمواضيع كتير وعماله اقول هو هتكلم في انهي الاول وكده، وبعدين اول لما فتحت الكاميرا قلبي بيدق في وداني دودم دودم دودم. في بنت مره كتبت لي كومنت مضحك قوي، بتقول فيه انه من ساعه ما انا قلت ان انا حامل على يوتيوب وهي مش قادره تتفرج على اي حاجه انا بعملها او تسمع لي حاجه كده، ومن ساعتها وانا حاسه ان انا سيلف كونشس قوي، او اللي هو مكسوفه ان انا اتكلم على الحمل. بس مش عارفه، بحس انه كل ما بحاول اتجنب حاجه inevitable، يعني مفيش هروب منها، اللي هو كل ما بتجنب حاجه جايه في طريقي كل ما اللي هو بعقد الموضوع على نفسي اكتر. انا بجد مش عارفه انا بقول ايه. من ساعه ما في بنت كتبت التعليق ده وقالت ان هي مش عايزه تسمع حاجه انا بقولها وانا حامل، وانا حاسه بخجل من اي حاجه عايزه اتكلم فيها، بالذات لو ليه علاقه بالحمل والولاده. وارجوكم، انا عارفه انه تمام انه الناس هتقول كده وما اسمع لهمش، انا عارفه كل الكلام ده، انا بس بحكي وخلاص. بهزر. بحس وانا حامل انه مخي ملحوس شويه، واول مرحله للامومه برضو مع نسيم اللي هو ابني الاولاني كنت حاسه برضو ان مخي ملحوس بعد الولاده مش بس وقت الحمل. فبحس صعب قوي ان انا اعمل بودكاست اتكلم فيها في موضوع وانا مخي ملحوس. دلوقتي انا في مرحله ببتدي اقرر هل انا عايزه اعمل محتوى اللي هو بكتب كل حاجه الاول وابقى متمرنه عليها، او الافكار مترتبه جوه دماغي واطلع القيها بطريقه ما، ولا اقول اي حاجه عشوائيه وخلاص. لسه بحاول كده الاقي نفسي، عشان وانا حامل بحس اني ببقى شخص مختلف عن العادي. لو ده منطقي مش عارفه. كنت بحاول اوصل لحد فين، فاهمين؟ لو بيحصل لي حاجات زي كده، لو ببتدي فكره ومش عارفه اخلصها. بس انا بصراحه برضو حاسه ان انا مش عايزه اتكلم قوي على ان انا حامل. في نفس الوقت انا كمان حاسه انا كمان زهقت من الموضوع. يعني بقى دلوقتي مثلا 7 شهور او 8 شهور بتكلم في الموضوع اللي هو انا حامل، هولد، هجهز، مش عارفه ايه. في ناس صحابي عايزه اتكلم معاهم في الموضوع ده اكتر، بس وفي نفس الوقت عايزه قوي اعمل محتوى عن ان انا حامل على يوتيوب، عشان متاكده ان الموضوع ده هيساعد بنات وستات كتير الاتنين، علشان اللي هو اتعلمت كتير قوي وبتعلم كتير قوي لسه دلوقتي، وحاسه انه اللي هو الحمد لله انا باخد التجارب بطريقه صادقه قوي، فاللي هو بطلع بمعلومات احب قوي افيد بيها الناس، واحب اساعد الامهات والبنات. دول اكتر ناس مهمين بالنسبه لي في المجتمع وفي الحياه وفي العالم. بس في نفس الوقت اللي هو مش قادره اتكلم على ان انا حامل. انا كنت رايحه فين اللي انا بقوله ده؟ في كومنت جالي امبارح، انا لسه حاطه فيديو امبارح، بنت بتقول اتفرجت على الفيديو اللي عاملاه اللي هو اخر فيديو انا صورته في نويبع، وبتقول انه هي او هو مش عارفه مش متاكده يعني، بس انا خمنت ان هي بنت، بس بتقول ان هي بجد ما عندهاش حياه. يعني شافت الفيديو، شافتني وانا بعمل حاجات في حياتي وحسيت ان هي ما عندهاش حياه، والموضوع استوقفني وحسيت انه حابه اشارك حاجه انا كمان، انه انا كمان في مرحله ما كانش عندي حياه. بجد ما كانش عندي حياة. ممكن أقول إنه بمنتهى الصراحة كان عندي سلسلة من الصراعات، بس مش ممكن أسميها إن هي كانت حياة. اللي هو ما كنتش يعني الحمد لله رب العالمين لما ببص على نفسي دلوقتي وعلى حياتي دلوقتي اللي هو اوكي انا بدأت أعيش بقى حياة دلوقتي، بقى في حياة. بس قبل كده ما كنتش حاسة إن في حياة. لو ده منطقي، مش كنت حاسة إن أنا ميتة، بس اللي هو اسميها حاجة تانية، اسميها صراعات، اسميها اختبارات، مش هسميها حياة. وممكن اقول انه حياتي بدأت بعد ما اتجوزت، بعد ما قابلت اجمل شخص قابلته في حياتي، ساعتها حياتي بدأت الحمد لله. بس قبل كده ما اقدرش اقول ان انا كنت عايشة حياة او عندي حياة، عشان انا كنت بحاول ان انا دايما اللي هو اللي بيسموه، او انا كنت في survival mode. كنت كل يوم بحاول أعدي اليوم بس مش أعيش اليوم. الموضوع دلوقتي بقى مختلف الحمد لله رب العالمين، وده ما جاش بسهولة طبعا، بس حسيت ان انا بريليت قوي للكلام اللي هي قالته ده. حسيت انه انا افتكرت برضو وقت انا ما كانش عندي فيه حياة، وقد ايه انا كنت تعيسة. بجد كنت تعيسة لما كان حواليا ناس تعيسة، كنت انا كمان تعيسة. وبعدين كنت فاكرة انه ما فيش غير الناس التعيسة دول في الحياة، لاني كنت بقابلهم في كل حتة بروحها، خلوني انا كمان تعيسة. يا ترى مين بيكلمني؟ انا مش عارفة النمرة دي مين، فمش هرد. انا هكمل الكلام اللي كنت بقوله. التليفون احتمال يرن تاني، محدش عارف، بس معلش. المهم انا كنت تعيسة وكان حواليا ناس تعيسة،
تعيسة، وكنت يعني مش عارفة. دلوقتي بحس اللي هو انا ليه كنت حاطة نفسي في كل المواقف دي؟ ليه ما كنتش شايفة انه عندي اختيار ان انا اخرج من التعاسة دي او اسيب الناس التعيسة دي؟ بس ساعات الواحد بيحس ان هو عايز يشبع تعاسة علشان بجد يسيبها، يحس انه خلاص انا مش عايزة ابقى تعيس. يمكن برضو انا حسيت بتعاسة شديدة عشان لما احس بنوع من انواع، انا مش عارفة مين ده، مين من هذه النمرة يا جماعة؟ ايه ده؟ ديكلاين، مش عارفة مين بيكلمني. يمكن برضو كنت بمر بتعاسة علشان لما يجي وقت كويس ابتدي افهم واقدر انه ده وقت كويس، عشان عارفة التعاسة شكلها عامل ايه، عامل ازاي كويس قوي. فانا هقدر الوقت الكويس ده علشان انا عارفة احساس التعاسة، وهو يا وقت كويس يا تعاسة، مفيش اختيار تالت. اختار ان انا ابقى مع ناس تعيسة، ابقى مع ناس عايزة تبقى سعيدة وكويسة ومستقرة. مفيش حتة في النص، يعني مش اللي هو هختار ناس تعيسة وفي نفس الوقت ابقى انا سعيدة، عشان انا كنت فاكرة كده. انا كنت فاكرة انه ده اللي ممكن يحصل، ان انا ابقى حوالين الناس كلها تعيسة بس انا اللي هبقى ايجابية، ومش علشان انقذهم ولا اي حاجة، بس عشان معرفش، حسيت انه الناس التعيسة دي كانت بشكل ما واقعية. بس موضوع الواقعية ده كل حد بيشوف الواقع بطريقة مختلفة قوي، وبدأت اتعلم ازاي اختار بقى اشوف الواقع. قبل كده كنت فاكرة الواقع حاجة محتومة عليا، بس دلوقتي بتعلم ازاي اشوف الواقع اللي قدامي بطريقة انا احبها او بطريقة كويسة بالنسبة لي لو منطقي. يا نهار ابيض، ريقي ناشف قوي مش معقول. في اكتشافات كتير قوي بدأت اكتشفها عن نفسي بعد ما بقيت على مستوى عميق قوي جوايا نفسيا. فتحت لي حتت كتير قوي جوا مخي. يعني حاسه ان الامومه ادتني موعظه معينه كده غريبه، سبحان الله. وحاسه انا بقيت شخص انضج افضل بجد، سبحان الله. هي بتكشف لي كتير قوي عن المشاكل اللي جوايا، وكل ما بواجه مشاكل جوايا اكتر كل ما بحس ان انا قويه اكتر في الحياه، قادره اواجهها اكتر. كل ما بواجه مشاكلي ما بعرف الفرق بين مشاكلي وهويتي، عشان انا مش مشاكلي، انا عندي مشاكل بس هويتي مختلفة عن المشاكل دي، عشان انا برضو طول عمري رابطة هويتي بمشاكلي، فكان دايما في خلل. انا عامة بقرا كومنتات كتير قوي 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 على الفيديوهات بتاعتي، ما كده اكون بقراهم كلهم تقريبا. في اوقات كتير ببقى عايزة ارد على الكومنتات اللي بتجيلي واتكلم عنها في بودكاست، بس معرفش لو دي حاجة هتبقى الناس مهتمة تشوفها ولا لا. بس اعتقد انه اعتقد انا بسأل سؤال غبي سنة، عشان اكيد اللي كتبها مهتم. ما علينا يا جماعة، انا رديت على نفسي، محدش يرد عليا. مؤخرا بدأت استقبل الحب من الناس اونلاين بصدر رحب، من غير ما ابقى قلقانة منه، من غير ما بقى مخونة. عشان ساعات لما حد بيحبنا بيبقى اللي هو انت ليه بتحبنا كده؟ احنا مش متعودين على الحب ده، انت بتحبنا كده ليه؟ بس مؤخرا حاسة انه انا يعني عارفة استقبل الحب بطريقة صادقة، لانه برضو اعتقد بدأت اشوف انا استحق ليه لا، انا استحق الحب ليه لا، ليه انا ما استحقش الحب. بدأت اعمل لنفسي حاجات ابين لنفسي بيها ان انا بحب نفسي، حاجات صغيرة قوي، زي ان انا النهاردة رحت اعوم. انا ما صورتش، ما خدش معايا الكاميرا، عشان انا دايما باخد معايا الكاميرا وانا رايحه اعوم، وساعات الكاميرا ما بتخلينيش اعرف اركز مع نفسي، او اسيب الطاقه اللي جوايا تخرج فعلا في الميه، ابقى اللي هو مركزه قوي مع الكاميرا. عشان كده برضو بدات ابطأ شويه ان انا اعمل فيديوهات، مش كل شويه اعمل حاجات كتيره وخلاص. بقيت بركز اللي هو اعمل حاجه وانا فعلا نفسيا مرتاحه لها تماما. حاجه زي ان انا رحت النهارده نزلت الميه قبل ما اروح مشوار للاسم ان انا اطلع شهاده ميلاد بتاعتي، اللي هو عملت لنفسي حاجه قصاد حاجه، اللي هو اقول لنفسي شكرا قبل ما اعمل الحاجه. انا لسه مكتشفه دلوقتي التريك اللي انا عملتها. بس لو كنت رايحه اشرب كوبايه قهوه، انزل البحر مع نفسي، اتمشى لمده 3 دقايق مع نفسي او اقل، بس كانت حاجه حلوه ان انا عملت كده. فلما حد مثلا اونلاين دلوقتي بقى بيقول لي حاجه لطيفه، انا بعرف استقبل ده كمان، لان انا بستقبل دلوقتي مع نفسي، بستقبل قصدي من نفسي تصرفات جايه من حب وصادقه فعلا. فرق معايا قوي ان انا اعرف نفسي كويس فوق مامتي بالذات. بسم الله، ازاي اقول حاجه مش حاسه هي اكيد مش، ان شاء الله الناس هتفهم. بفكر ليه مهم نعرف نفسنا، عشان برضو في كومنت ساعات بيجيلي كده واللي هو بيستفز افكاري بتاع هو انت اصلا مكبره الموضوع كده ليه، انت معقده الدنيا كده ليه؟ ما انا من رايي انت بتفكري بزياده، اللي هو انا بفكر بزياده بجد، انا بفكر بزياده، بس في نفس الوقت بفكر افكار ليها لازمه. ده اللي بدأت أوصله مؤخرا، اللي هو كل الأفكار والتحليلات اللي بتحصل جوه دماغي دي ليها لازمة، عشان في الآخر بوصل بيها لاستنتاجات عن نفسي، بتعرف على شخصيتي أكتر، ومن خلال إن أنا بتعرف على شخصيتي أكتر ببتدي أفهم الحياة حواليا أكتر. في حاجة بتقول إنه الحياة اللي حوالينا ما هي إلا
ردود فعل لافعالنا. كل ما بعرف نفسي اكتر كل ما بفهم الاسباب ورا تصرفاتي اكتر، سواء كانت كويسه او وحشه. وبعدين بيبقى عندي نوعا ما تحكم في تصرفاتي، ما بقاش شخص منفعل مثلا من غير سبب، ما بقاش شخص قليل الذوق، ما بقاش شخص قاسي. تصرفاتي ماشيه مع النوايا اللي جوايا، والنوايا اللي جوايا الى حد ما كويس عشان عارفه نفسي. فاهمين قصدي؟ اللي هو مهم قوي، مهم الحاجات اللي انا بعملها او التفكير اللي انا بفكره مهم عشان اعرف نفسي اكتر. ناس كتير برضو من الناس التعيسه اللي انا قابلتها ما تعرفش نفسها، او زي ما بيقولوا كده مش عارفه في ايه بالظبط. انا عندي معلومات بس بجد ما عنديش اي فكره هي جايه منين. بس اللي هو الناس حاسه الناس التعيسه دي ناس ما قابلتش نفسها او ما قابلتش نفسها الحقيقيه، عشان كده هي تعيسه. انا كنت كده، انا كنت تعيسه عشان كنت بتجنب شخصيتي الحقيقيه طول الوقت وبحاول اخبيها، فدي حاجه خلتني تعيسه. كنت شايفه انه حب الناس او موافقه الناس او تجنب الشر من الناس، عشان كنت بسميه كده كتير، هو اهم من ان انا اكون نفسي. بس بعدين اتعلمت انه لا، مفيش حاجه اهم من ان انا اكون نفسي، عشان هي دي الحاجه الوحيده مش حاجه وحيده يعني، هي دي الحاجه الوحيده اللي هتحاسب عليها يوم القيامه، هي نفسي بس، هو مش هتحاسب على حاجه تانية. فمهم قوي ان انا اكونها بصدق عشان على الاقل اتحاسب على حاجه حقيقيه. تخيلوا اتحاسب على حاجه مزيفه، هتبقى حاجه مثيره للسخريه قوي بالنسبه لي يعني دلوقتي وانا بفكر فيها. عايزه اغير الموضوع، مش عايزه اقعد بقى اتكلم على يوم القيامه، مش عايزه. مش انا مش قناه اقرا. في نفس الوقت ربنا جزء كبير قوي من حياتي، بس برضو مش عايزه، انا مش قناه اقرا. في الاتنين، فاهمين قصدي؟ بصوا، انا حاسه ان انا محتاجه اشرب ميه قد ايه، هو في نفس الوقت بشتكي من ان انا بدخل الحمام كل شويه، بشتكي من بيبي اللي في بطني، بلوم بيبي اللي في بطني ان هو كل شويه شغال او شغاله دك دك دك، كل شويه انا رايحه جايه على الحمام. استغفر الله. موضوع الحمام ده برضو مزعج قوي، انا محتاجه ادخل الحمام 500,000 مره وانا حامل. ايه الازعاج ده؟ مجهود جامد، ما عنديش استعداد ان انا اقوم بيه دلوقتي حالا. هو ممكن تقولوا لي الفيديو ده صورته ضلمه ولا الاضاءه بتاعته كويسه؟ انا بحب بصراحه اصور في اضاءه هاديه كده شويه، اللي هو مولعه لمبه واحده او ابليك كده، واللمبه بتاعه الملح دي بحبها قوي. ده انا سقعانه شكلي بتاع ده دافي حلو قوي. بحب اللي هو الاضاءه تكون مش جامده قوي في وشي علشان احس ان انا مرتاحه، بس مش ببقى عارفه ده بيطلع شكله حلو ولا لا على الكاميرا. يا ترى شكلي كده عامل ازاي؟ جميل، لذيذ قوي. انا برضو بسجل البودكاست دي النهارده دلوقتي حالا، بس علشان اسجل بودكاست، علشان اتكلم معاكم اكتر، احكي لكم ايه اللي على بالي. اسجل بودكاست زي زمان ما كنتش بفكر كتير خالص قبل ما اصور، دلوقتي بدات افكر مليون مره، وانا مش مبسوطه ان انا بدات اعمل كده، فبحاول ارجع لنفسي القديمه تانية، اللي هو بدات على يوتيوب. انا لما بدات على يوتيوب ما كنتش وكان الموضوع اسهل بكتير ان انا اعبر عن نفسي، ان انا اقول ارائي اللي هي ما بتتماشاش مع الذوق العام او ذوق اي حد. لا في ناس كتير اصلا بيتفرجوا عليا واذواقنا وارائنا شبه بعض، بس اما ابتديت ما كنتش ما كانش اللي هو فارق معايا، بس دلوقتي بقى فارق معايا قوي عشان في اولادي في الميكس، ودي حاجه خلتني برضه ابقى اللي هو بتكسف اكتر بكتير. مش عارفه ليه بحس انه لما الواحد بيبقى ليه اولاد بيبقى اللي هو خايف قوي على انهم يسمعوا عنه حاجه وحشه، مع ان احنا برضه كاهل اكيد بنعمل حاجات وحشه، اكيد فينا حاجات وحشه. المشكله هي دي الحقيقه، انا لابني بس في عيوب كتير جدا، اكيد انا بني ادمه، وبرضه عايزه لما ابني يسالني على العيوب اللي عندي دي ابقى صريحه واقول انا عندي العيب ده، او بتصرف غلط في الاوقات دي. يمكن اتعلم منه حاجه، ويمكن ده يفيده في ان هو كمان يبقى صريح مع الناس عن عيوبه، عشان لما هو كمان حد يواجهه بحاجه هو عملها غلط فيبقى اللي هو يعترف يقول انا عملت كذا غلط. كنت برضو فكره كمان بتدور جوه دماغي كتير قوي مؤخرا، هو ازاي انه اكتر طريقه ابني بيتعلم مني بيها هي الطريقه اللي انا بتصرف بيها، مش اللي انا بقول له يتصرف بيها. في فرق ما بين الاتنين كبير قوي. اللي انا بقول له يتصرف بيها ساعات بتنفع وساعات لا، عشان مش هقدر دايما ابقى بوريه، اللي هو اكيد في حاجات هقول له ما ينفعش، يعني انا ممكن اعملها هو لا. عايزه اقول ايه، انا ليه مش عارفه اوصل الموضوع. زي ما انا بتصرف ابني بيقلدني، اكتر حاجه هو التقليد، او ان هو بيشوف انا بعمل ايه ويعمل زيي، يستخدمني كمرجع. هي دي اكتر طريقه بتعلمه، مش الحاجات اللي انا بقولها له، عشان كنت دايما بشوف تناقضات كتير في الحاجات اللي انا بتعلمها وانا طفله من اهلي او من مدرسين او من اي حد. بحس كده ان هم كانوا بيعلمونا كلام خيالي، اللي هو اصلا هم ما بيعملوهوش. انتوا ليه بتقولوا لنا نعمل الحاجات دي اذا كان انتوا اصلا ما بتعملوهاش؟ فكنت بالنسبه لي مش بصدق كلامهم، يعني مش بثق في لما حد يقول لي مثلا اعملي الحاجه دي عشان هي كويسه عشانك. طب ما انت اصلا
اصلا ما بتعملهاش، ليه بتقولي انا اعملها؟ وساعات كمان الناس كانت بتقولي على حاجات ان انا اعملها انا شايفه ان الحاجات دي مخليهم ناس تعيسه اساسا. انا ليه ممكن اسمع كلامك وانت اصلا شخص تعيس؟ فاهمين قصدي؟ دي برضو حاجه بدات اركز فيها مؤخرا، اللي هو انا بسمع الكلام من مين، الاشخاص انا بسمع منهم كلام هم عاملين ازاي. نرجع برضو لنفس الموضوع اللي قلته في اول حلقه، وهو انه انا قبل كده ما كانش عندي حياه علشان انا كنت حوالين ناس تعيسه فعلا. ممكن اقول حاجه من الحاجات اللي ساعدتني يكون عندي حياه انه بقيت حوالين ناس كمان عايزين يكون عندهم حياه. دي حاجه فرقت معايا جدا، مش بس جوزي بصراحه، يعني مش هو الشخص الوحيد، هو اكيد اكبر حد فرق، بس هو والناس اللي جت معايا كمان. هو الناس اللي جت معايا هو عايز يبقى عنده حياه ويبقى عنده تاثير كويس في الحياه، يعني عنده مبادئ جميله جدا، وبالتالي الناس اللي حواليه عندها مبادئ جميله جدا. والاول مره في حياتي شفت اللي هو ايه ده، انت شخص مش عايز تبقى تعيس، برضو بتخلي حواليك ناس زيك مش عايز تبقى تعيسه، رغم ان هي الناس ممكن تكون مكتئبه، بس في فرق بين الاثنين. عادي ممكن تكون ناس مكتئبه ونفسيتها تعبانه وبتعدي بحاجات كتير وعدت بحاجات كتير وكل الكلام ده، بس برضو هي مصممه ان هي يبقى عندها حياه، مصممه ان هي تعيش رغم كل ده، وبتتوكل على الله. طبعا برضو في جزء اقرا انا مش عايزه ادخل فيه، مش عايزه اتعمق فيه، بس يعني هدي تاتش كده. انا برضو ما كنتش صادقه في توكلي على الله قبل كده، لما ما كانش عندي حياة، او لما كان عندي حياة صراعات مش حياة. لما بدأت اتوكل على ربنا واسيب نفسي خالص لخطته كل شوية، اللي هو اقاوم اقل في ان انا امشي مع خطة ربنا، كل ما بقيت تعيسة اقل. برضه حتى وانا بغلط كنت برضه ميقنة انه حتى وانا بغلط دي خطة ربنا، فتمام برضه انا هبقى تمام، مفيش مشكله. التوكل جزء كبير، هو التوكل بتاع اللي هو حتى وانا بغلط تمام، انا متوكله على الله ان انا مثلا هتوب من الغلطه اللي انا بعملها دي، او هتخطاها، او هبقى شخص احسن في يوم من الايام. برضو الناس برضو اللي كنت حواليها، او مش الناس، مش هقعد الوم كل حاجه على الناس، هتكلم على نفسي شويه عشان انا برضو كنت شخص مقرف. لما ما كانش عندي حياه برضو كنت شايفه انه الناس اللي هي ايجابيه قوي دي كنت شايفه ان هي كرنج. والله انا ما كنتش شايفه ان هي كرنج، الناس اللي حواليا اقنعتني ان هي كرنج. اللي هو الناس الايجابيه قوي بنتريق عليهم، الناس اللي عايزه تعيش الحياه وكده، وكنا اوكي انا كنت بكح عشان من الواضح ان انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، انا عايزه اتكلم في حاجه تانية. ماشي يلا نغير الموضوع. طب حلو قوي ان انا كحيت عامه، ممكن نغير الموضوع، ممكن اتكلم في انه بدات اتعلم الاشارات بتاعت جسمي، عشان جسمي عنده لغه. انتوا عارفين ان اجسامنا عندنا لغه، اجسامنا عندها لغه. انتوا عارفين، حسيت فجاه ان انا قبل فضيله، انتوا عارفين ان اجسامنا عندها لغه بس ان انا كحيت دلوقتي ده معناه انه لا انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، اغير سويتش. وكانت كحه كده هو انا مش عايزه. اجسامنا عندهم لغه، واجسامنا عندهم برمجه فطريه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لو سمعناها ومشينا معاها هنبقى مبسوطين قوي. عشان برضو دي حاجه انا اكتسبتها كمهاره بعد ما بقيت بس كمهاره اللي هو جت ايه بكده بالضرب الكرباج كده. في الاول كان ده الاحساس قبل ما اتعلم المهاره دي او اكتسبها، عشان عانيت قوي عشان اوصل لها، عشان اوصل ان انا بقى اعرف اعمل حاجه زي كده. وهي انه اسمع لجسمي، مش احكم عقلي في مواقف معينه كتير، او في معظم الحياه يعني اسمع لفطرتي اكتر من عقلي، عشان الفطره مش في عقلنا، يعني احنا بنستعمل عقلنا علشان نوصل لفطرتنا، بحس اكتر مش العكس. انا بقول كلام عميق قوي والناس عمرها ما هتسمع اللي انا بقوله ده، صح؟ ده انا حاسه جوه دماغي دلوقتي، مين هيسمع؟ استغفر الله العظيم يا رب اللي انا بقوله ليه بشك في نفسي قوي كده؟ والله العظيم موضوع مضحك. قبل ما اشغل الكاميرا كنت تمام، كانت عندي مشاكل. كنت بقول ايه يا ربي؟ بسم الله. كنت بقول ايه نسيت. كنت بقول ايه اوكي. بسم الله. بنستعمل عقلنا عشان نوصل لفطرتنا. انا نفسي اتكلم في حاجات زي كده كتير، بس بحس انه الكلام ده معقد قوي على عقل الناس انا بتكلم معاهم، بس بحس انه برضو دي حاجه unfair او مش عادل خالص في حق الناس بتتفرج عليا. بس ساعات كده بيطلع لي يا جماعه في لحظات الكونتنت المصري اللي بيتحط على يوتيوب وملايين بيتفرجوا عليه، وبحس كده اللي هو ايه ده، بحس اكيد لو ده اللي الناس بتتفرج عليه 100% محدش عايز يسمع كلام عن ازاي نعرف نوصل لفطرتنا بعقلنا. بس الواقع انه ده مش حقيقي. يمكن الناس بتتفرج بس عشان هو ده الموجود، عشان الناس اللي زيي ساكتة، او عشان انا ساكتة مثلا. ليه ما فكرش انه يمكن لو انا اتكلمت في الموضوع ده الناس تستفاد، وبدل ما بنتفرج بالملايين على الحمام المحشي، وليمة حمام المحشي والرز المعمر، نتفرج على ازاي نقدر نوصل لفطرتنا، عشان نعرف احنا ليه مهووسين بالاكل وعندنا مشاكل في الشهية مثلا. دي حاجة بتحصل لما بنعرف نسمع لجسمنا كويس، بنبتدي نكتشف عن نفسنا حاجات بتساعدنا ان احنا نتعامل مع مشاكل كتير عندنا مش عارفين
عارفين نفسرها. وبرضو ما انا مش مؤمنة انه في حد هيجي يفسر لنا مشاكل عميقة كده معينة عندنا قوي بعصاية سحرية. يعني لازم احنا نعمل الشغل ده بنفسنا. لما بنعرف اشارات جسمنا بنعرف امتى احنا جعانين، امتى احنا متوترين. برضو الناس بتحط كومنتات ليها علاقة بالموضوع ده، بموضوع ليه علاقة بالشهية والوزن والاكل وبرضو هو حاجة يعني شاغلة دلوقتي، لانه الاكل الموجود او المتاح بقى في حاجات منه كتير قوي غريبة ومش مغذية، سعرات حرارية فاضية وزيت كتير وحاجات كده. فالموضوع ما بقاش سهل. بس لما بنعرف جسمنا اكتر بنعرف نظبطه، بنعرف نخليه الى حد ما على فطرته، فبيبقى مرتاح اكتر. فبنعرف نأدي حاجات معينة في حياتنا بطريقة كويسة، وجسمنا بيبتدي يعني ما يبقاش اللي هو ايه كل شوية عيان كل شوية تعبان. عشان برضو العيا والتعب ده اشارات من جسمنا هو بيبعتها لنا علشان احنا نقف، عشان نرتاح، علشان نبطل اكل معين، عشان نبطل تصرفات معينة، عشان نبطل نبقى حوالين ناس معينة. انتوا عارفين انه ساعات لما بنبقى حوالين ناس في ما بيننا وما بينهم صراع، او هم مثلا مؤذيين بالنسبة لنا، بنفضل عيانين. او ساعات بيبقى عندنا ألم في جسمنا مثلا عشان بنسمع كلام مؤذي كتير من ناس احنا بنحبهم، بس الألم مش بيروح، واحنا في نفس الوقت برضو مش بنبطل نبقى حوالين نفس الناس دول. بس هو مفيش مشكلة في جسمنا، هي مشكلة في البيئة اللي حوالينا. برضو لما بنسمع لجسمنا بنبتدي نكتشف ايه البيئة المناسبة اللي احنا نعيش فيها، ونبتدي نغير في حياتنا بالراحة. انتوا عارفين انه انا كل ما بقول ان احنا نبتدي نغير في حياتنا بيجي في بالي كل الناس، وبالذات البنات اللي هم مش عارفين يغيروا موقعهم في الحياة دلوقتي، او عايشين في صراعات ومش عارفين يخرجوا منها. بس انا حتى كنت بخرج من الصراعات في حياتي وقتها وانا مش عارفة اخرج منها، يعني جسديا كده كنت بخرج منها في احلامي، اللي هو كنت بقعد احلم بالحياه اللي انا عايشاها دلوقتي. بمنتهى الصراحه كنت بقعد احلم كتير قوي، بقعد احلم واتخيل هيبقى احساس ايه لو انا عشت حياه زي دي. حاسه انا هعيط. كنت بقعد اتخيل كتير قوي بجد في اوضتي، بقعد احلم واللي هو افكر لو حياتي عامله كده يا ترى هيبقى احساسي ايه ساعتها. بس طبعا كنت دايما بفوق نفسي من الحلم ده واقول لنفسي انه اصلا ايه الهبل ده، انا يعني بحلم احلام بتاعت واحده عايشه في امريكا ومش عارفه متجوزه مين وولادها عاملين ازاي. انا ليه بحلم الحلم ده اصلا وانا عايشه في مصر، في القاهره، في مدينه كبيره قوي تسحقني كل يوم؟ انا مش من حقي اصلا ان انا احلم الحلم ده، لانه عمره ما هيكون في منالي، عمره ابدا ما هيكون في منالي. بجد عمري ما كنت شايفه انه انا ممكن ابقى عايشه حياه زي كده بصراحه. يعني لو انا رجعت بالوقت وقلت لنفسي انه انا عايشه كده دلوقتي مش هتصدق، مستحيل. وبرده في ناس كتير من اللي انا اعرفهم قبل كده لو شافوني دلوقتي يبقوا اللي هو ايه ده، مين دي اصلا؟ شخص مختلف قوي. بس انا مبسوطه قوي انه ده حصل الحمد لله. بس كنت بس بحلم وبفكر في قد ايه هتبقى حاجه حلوه لو انا عشت حياه زي كده. وبعدين قابلت جوزي وانا في جيبي اخر 20 جنيه، اخر 20 جنيه في جيبي وانا بعيده عن بيتي ومش معايا فلوس ومش معايا اي حاجه ومش عارفه انا هعمل ايه. كان شيء غريب قوي. عادي انا بقول بمنتهى الشفافيه انه جوزي انقذ حياتي 100%، او الجواز عامه انقذ حياتي، او ان انا الاقي شخص يعني احبه ويحبني بطريقه صحيه انقذ حياتي 100%. واللي هو يعني اكيد مش عارفه اتكلم في الموضوع ده من غير ما اعيط. بس ساعات كتير مش ببقى عايزه اشارك حاجات عن حياتي الشخصيه قوي كده، عشان برضو مش حاسه انه من ايه، يعني مش حاسه انه ده من حق اي حد ان هو يعرف حاجات دي عني. بس انا بحكيها لغرض الالهام، او انه الناس تعرف انه في امل بجد في الحياه ساعات. عشان انا كنت يعني مش مصدقه انا بعيط كده قدام الكاميرا، بس انا كنت قريبه قوي من ان انا افقد الامل في حياتي عامه. مش بقول ان انا انتحر او حاجه، بس اللي هو كنت جاهزه قوي ان انا افقد الامل في كل احلامي، كنت جاهزه قوي، محضره نفسي لده. وبجد عمري ما كنت اتصور ان انا ابقى عايشه حياه عامله زي كده، زي اللي انا عايشاها دلوقتي دي. عمري، عشان ما كنتش شايفه انه انا استحق نعمه من كده، نعمه زي كده من ربنا. ما كنتش شايفه انا استحق ده، عشان هو انا ما كنتش شايفه لها اي طريقه هي ممكن تتحقق بيها بطريقه واقعيه. فاهمين؟ يعني الطريقه الوحيده انه انا ممكن اوصل للحياه اللي انا بحلم بيها، انا اول مره اقول كده بصوت عالي عشان كده متاثره قوي، هو انه ربنا يديها لي كده من عنده، يبعت حاجه اللي هو انا ما اعرفش هي الحاجه دي هيكون شكلها عامل ازاي. مخي مش قادر اصلا يوصل من كتر ما انا كنت واصله لحته سد في حياتي. مخي مش عارف يوصل لاي سيناريو ممكن حياتي تتحسن فيه. مستحيل ما كنتش لاقيه اي سيناريو. بس في اللحظه دي انا عايزه منديل عشان انا مناخيري ساحت.
ايه الكرينج ده، ايه الكرينج ده، ايه ده بجد؟ البنت اللي جايه بتعيط دي ايه ده؟ هو في اللحظه اللي انا كنت جاهزه ان انا افقد فيها الامل، بس في نفس الوقت لما وصلت للحته اللي انا عايزه افقد فيها الامل، قررت ان انا هيبقى عندي كده نوع من انواع التفاؤل اللهبل، اللي هو حاسه انه انا خلاص، حاسه انا متحطمه بس انا هبقى احسن ان شاء الله حتى مهما كان. اللي هو اما كان في جيبي 20 جنيه ساعتها كنت بقول ان شاء الله، يعني ايه، كان معايا اللي هو كيس نوم كده، سليبنج باج، ان شاء الله انام على البحر في دهب. وبعد كده عرفت طبعا ان انا ما ينفعش اعمل كده عشان البوليس هيقبض عليا، بس كنت حاسه اللي هو يعني هتصرف، هعمل اي حاجه. كان في جيبي 20 جنيه وكنت لسه هبتدي شغل كمان يومين، فاللي هو مش عارفه اليومين دول. بس صراحه كان معايا واحده صاحبتي وهي قالت لي ما تقلقيش، اللي انت عايزاه انا هعمله لك طبعا وكده. وهي كانت جميله قوي، صاحبتي دي كانت جميله قوي بجد والله. واللي هو كنت برضو جاهزه ان انا اعتمد عليها لحد ما ابتدي شغل وكل حاجه، عشان برضو الناس تبقى فاهمه الصوره كامله. يعني ما كنتش جاهزه بجد يعني للتشرد، اكيد كنت هتحاوج زي ما بيقولوا، او اللي هو هكسف نفسي واقول لصاحبتي او ممكن تساعديني اول ما ابتدي شغل. بس ما كنتش عايزه اعمل كده برضو خالص، عشان كده اوريدي كنت بعمل كده مع صاحبتي دي كتير والله بجد. كنت مفلسه دايما الحمد لله رب العالمين. بس ما علينا. انا وحشه قوي مع الفلوس عامه، يعني ما ينفعش اكون انا مسؤوله عن الفلوس في حياتي انا الشخصيه. لازم يكون عندي زوج او شخص، زوجي مش ليه بقول او شخص، لازم يكون عندي زوج هو مسؤول عن الفلوس، عشان انا في الجلاشه ما جيتش. بس في نفس الوقت كنت حاسه انه ان شاء الله ربنا يعني عشان انا اللي انا بحاول اعمله ده فعلا عشان احس احسن، عشان اكون شخص احسن، ان شاء الله ربنا هيفرجها. ما اعرفش منين بس هو هيفرجها ان شاء الله. وفي اللحظه بجد، في اتعس لحظه في حياتي، حسيت ان انا عايزه اسيب التعاسه خلاص. انا تمام كده معاها، اكتفيت قوي منها وجاهزه ان انا انتقل لحاجات مختلفه، لحاجات تانية. خلاص كده مش عايزه ابقى تعيسه، عايزه اسيب التعاسه ورايا واحاول اشوف لو في اوبشن تاني، عشان انا اصلا ما عنديش اوبشن تاني. يعني لما كل الاختيارات، كل الحاجات اللي قدامي ممكن اعملها راحت من ايدي، ساعتها بدات اللي هو اقول هل انا ممكن ابقى شخص سعيد، او هل فعلا ممكن فعلا الحاجه الخياليه دي تحصل دلوقتي. غالبا هصدق فيها عشان ما عنديش حاجه تانية. بس والحمد لله الفرج جه من عند ربنا. واكتر دعاء بدعيه دلوقتي انه ربنا يساعدني ان انا اكون مسلمه كويسه، عشان انا ما بعرفش اكون مسلمه كويسه، او مش ما بعرفش يعني، بس هو الموضوع صعب دلوقتي حالا. غالبا هيبقى سهل ان شاء الله، بس هو دلوقتي صعب. وانا بحاول بدعي، حتى وانا بغلط بدعي برضو. انا بدعي اكتر وانا بغلط اعتقد، اللي هو بعيط كده ربنا اكتر وانا بغلط من وانا بغلطش، من الواضح او من البديهي. انا دلوقتي اتوترت قوي عشان مش نسيت انا ليه كنت اصلا بعيط وكده، وايه اللي جابنا هنا، والساعه كام، وهل ابني محتاجني ولا لا. الساعه 4:30. الساعه بقت 4:30. اعتقد ان انا مش عارفه، انا قلت كالعادة مش عارفة انا قلت كلام كافي في البودكاست دي ولا لأ. اعتقد مثلا بقالي نص ساعة يمكن بسجل او بتكلم، انا مش متأكدة، مش عارفة انا سجلت قد ايه. اول لما ابني بيدخل البيت مخي بيروح هناك على طول، ما بيبقاش هنا. وبعدين بمرن نفسي دلوقتي ان انا ابقى جوه جسمي. انتوا عارفين حوار ان احنا ساعات بنبقى بره جسمنا ده، اللي هو لو مثلا في شخص جنبي، لو في اختي او اخويا او مامتي او بابايا او جوزي او اي حد معايا في البيئة بتاعتي، انا دايما طول الوقت قلقانة من تصرفاته، او قلقانة من زعله، او قلقانة مش عارفة ايه. انا دايما بحاول احط نفسي، لا مش هشرح موضوع ان احنا بنحط نفسنا في اجسام الناس التانية وامتى نبقى في جسمنا، ازاي نبقى في جسمنا. حاسة الموضوع ده معقد قوي. نعم يا ابني. نسيم بينده. نعم. عمو. عمو مين؟ عمو مين؟ نانا. مية. مية، عايز تشرب مية؟ مية ماما. مية على وشي، دي دموع. كنت بعيط كده. انا بعيط علشان افتكرت حاجة حزينة. دلوقتي حاسة انا مبسوطة. اعتقد ان انا هخلص البودكاست دي هنا. كانت عشوائية قوي، قلت فيها كلام عشوائي، بس خلاص ابني جه ومعنى كده انه مفيش اي فرصة ان انا اقول اي حاجة تانية. شكرا ان انتوا سمعتوا افكاري العشوائية واتفرجتوا عليا وانا بعيط. ما كنتش مصدقه ان انا هعيط، ما كنتش فاكره ان الدرجات دي خالص، او ان في حاجه جوايا عايز تخرج. اصلا كنت فاكره ان انا هعك خالص، مش هسجل اي حاجه. بس الحمد لله انا فخوره بنفسي. انا بحاول اسجل لاجل ان انا اسجل واشارك وابقى موجوده اونلاين معاكم واتكلم وكده، عشان ما بعدش كل شويه. وما بعدش بسبب ان انا خايفه من ان انا افشل. ابعد عشان ارتاح مثلا، او عشان حاجه ايجابيه، بس مش عشان حاجه سلبيه. ما اتصرفش مع اليوتيوب بتاعي من ناحيه الخوف ان انا خايفه على كل حاجه، عشان مش عايزه احط طاقه سلبيه في الحاجه اللي انا بعملها، اللي هو ابقى خايفه ان انا افشل، خايفه ان انا اخسر، واحط محتوى من الشعور ده. مش عايزه اعمل كده، بالعكس
عايزه اشارك عشان انا مبسوطه، عشان انا حاسه بحبكم وحاسه بتقبل وحاسه، فاللي هو لما اخلق حاسه ان انا مريم نور قوي دلوقتي، بس لما بتعامل من الطاقه دي بحس ان انا مبسوطه اكتر بكتير. والناس اللي بتقول انه علم الطاقه حرام دي برضو ناس طبعا كفته، بتقول كلام كله كفته، علشان علم الطاقه ده اصلا بدأ في الاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ان انت لما بتضحك في وش حد ده صدقه. هو ليه ده صدقه؟ عشان لما انا بضحك في وشه بوصل له طاقه كويسه، فهو كمان يضحك، او هو كمان يحس انه ايه ده، في ناس بتضحك، او انه الطاقه بتاعه الضحك دي طاقه ايجابيه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اول حد يهتم بالشكل ده بطريقة التعامل، وكان دايما بيقول انه الدين المعاملة. فكل ده طاقة، كل ده طاقة خارجة وداخلة والرسول كان دايما يمتص الناس اللي بتعمل حاجات غريبة وحاجات غلط، وما كان بيقول ما تفضحوش الناس ليه، عشان دي مش حاجة حلوة، مش طاقة حلوة احنا نحطها في الهوا، ان احنا نشهر بالناس، نتكلم على حد بطريقة سلبية. كل ده مش طاقة كويسة ان احنا نشغل نفسنا بيها. احنا بس دلوقتي بقى عندنا الايه يعني الكلمة العلمية لان احنا نوصفها بانها طاقة اكتر، بس هي مش يا لهوي لو نسيم كل ده وشه طلع في المراية، يلا مش مشكلة هبقى اعمل كروب للفريم. بس المهم انه علوم الطاقة دي اصلا بدأت في الاسلام، وربنا كان دايما بيتكلم على الاسحار في القرآن، في حاجات كتير قوي، بس فعلوم الطاقة بدأت في القرآن اصلا والسنة. انا ما اعرفش هي جت في اديان جت قبل كده ولا لا، بس انا مهتمة بالاسلام بس، وهي مذكورة في الاسلام من زمان. خلي بالك عشان شوربة هيخربشك، هيعمل لك اوتشي عشان هو مش عايز حد اب، هو مش عايز اب، شوربة مش عايز اب. بيعمل بوب من هنا تحت ديله، بيعمل بوب من الأمبولة بتاعته، بتاعته أمبولة بتاعته. ابني هيموت ويشيل القط وهو مش عايز شوربة، ده هو القط. ممكن تفتح الباب لشوربة، ممكن تفتح الباب لشوربة عشان هو عايز يخرج برا. بحاول اسرح ابني عشان يخرج برا الأوضة. ايوه الخطة نجحت الحمد لله. انا بس عايزة اقفل الفيديو، بس حاسة ان في مواضيع كتير قوي انا حابة اتكلم عنها، واتبسطت ان انا النهاردة طلعت اللي كان جوايا بطريقة عشوائية. موضوع انتهى بيه الامر ان هو كان شخصي قوي وكنت اللي هو مبينة ضعف قوي هي دي النهاية بتاعت بودكاست النهاردة. اشكركم ان انتم موجودين هنا، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة ان شاء الله. وبس هروح دلوقتي اقعد مع ابني عشان جوزي عنده تمرين كمان شوية، وانا هروح اخد صاحباتي البنات اخرجهم في العربية. صاحبتي لسه والدة، اخرج انا وابني وابنها نشرب قهوة بز 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 بز. فالقهوة هي حفلتنا والله هي دي حياة الأمهات، هاشتاج حياة الأمهات. أنا عايزة أعمل كونتنت أكتر يا جماعة، أتكلم عن الحمل ورحلتي مع الحمل وإزاي بحافظ على صحتي، عشان عندي معلومات كتير أوي كويسة. لو الناس اللي موجودة هنا على القناة مش هيعجبها إن أنا أتكلم عن حملي وعن حياتي وعن أولادي، مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم. أكيد الناس المهتمة الصحية هتيجي، لو دول مشوا غيرهم هيجوا عادي، رزق ربنا مفيش نهاية ليه. أوكي أنا هبطل كلام بجد عشان هدخل الموضوع التاني التالت. شكرا. ابني دلوقتي بيعمل كده سلام. النهاية دايما awkward أوي، حاجة محرجة.